السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة جايبين مع بعض سخان من أفضل السخانات الموجودة في السوق دلوقتي، أفضل سخانات الغاز الموجودة في السوق، وهو سخان غاز تورنيدو العشرة لتر اللي بيعمل عن طريق مدخنة. وإن شاء الله من خلال الفيديو هنعمل أنبوكسنج وأقول لحضراتكم على المواصفات والسعر. بس كالعادة في بداية الفيديو بطلب منكم دايما إن انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملنا سيرش كبير جدا قبل ما نجيب سخان غاز ولقينا فيه انواع كتيره جدا جدا موجوده في السوق واسعارها متفاوته. ولقينا ان ناس كتيره جدا بتشكر في السخان دوت، سخان غاز العشرة لتر من تورنيدو، ومنتج محترم وشركه محترمه طبعا وغنيه عن التعريف. في منتجات ممكن حد يختلف معايا ويقول لي لا في منتجات اعلى من كده. احنا كنا بندور على الافضل تقييم يعني عن طريق الناس اللي استخدمت المنتجات. يعني في سخانات تانية برضو ماركات كويسه قوي، بس تورنيدو من الماركات المشهوره جدا ومن الماركات اللي بتعمل حساب زي ما انا بقول دايما العميل المصري، يعني عارفه المشقه والمجهود اللي الجهاز بيعمله، فبالتالي الخامات بتاعتهم بتكون كويسه وكمان اسعارهم ما بتبقاش رخيصه. اسعار دلوقتي يعني لو بنشتري اي منتج في السوق احنا عارفين طبعا ان ما بيبقاش من الاسعار الرخيصه. التورنيدو دلوقتي بقت من البراندات اللي في مصر اسعارها غاليه، يعني بقت دلوقتي من الشركات اللي منتجاتها دايما بتبقى غاليه في السوق، بتتقارن مع منتجات تانية كبيره جدا برضو في السوق. دي مميزات الخاصه بالسخان. هو في شاشه ديجيتال، وفي كمان مؤشر لضعف البطاريه، وفي كمان شحن اوتوماتيك، مش بس بيشتغل بالبطاريه، ده بيشتغل كمان بالشحن عن طريق الشحن. وفي كمان من ضمن الحاجات الكويسه جدا في تحكم كمان في درجه الحراره، والمبادل الحراري بتاع السخان اللي هو يعتبر اهم جزء في السخان بيكون مصنوع من النحاس الخالص. يعني ده بيكون نحاس خالص، ودي حاجه كويسه جدا علشان طبعا التعامل مع درجه الحراره والميه وضعف الميه. السخان ده بيكون قوي جدا وبيكون بيتعامل كمان مع ضغط الميه المنخفض. كل المميزات اللي بتدور عليها في السخان هتلاقيها موجوده في سخان تورنيدو دوت. دي طبعا الاكسسوارات او القطع اللي هتركب مع السخان مع شهاده الضمان والكتيب بتاع التعليمات. وانا دايما بنقول في كل فيديو وبعيد في الجزئيه ديت، بيفضل دايما ان احنا نقرا كتيب التعليمات علشان نعرف المميزات بتاعه كل منتج، ونعرف كمان ايه الحاجات اللي المفروض نعملها وما نعملهاش عشان نطول من فتره العمر بتاعه الجهاز دوت. الجهاز لونه ابيض وبيجي منه لون ابيض ولون فضي. احنا اخترنا اللون الابيض، ودي القطع بتاعه التثبيت بتاعته وكمان القطع اللي هتركب في السخان مع الوصلة طبعا بتاعة الغاز. تعالوا كده نفتح ونشوف شكل السخان نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللون الابيض ما شاء الله. طبعا قصه اللون دي على حسب بقى الديزاين بتاع الحمام نفسه وشكل السخان. هو اللون الفضي برضو شكله شيك قوي، بس احنا اخترنا اللون الابيض. الجهاز بيجي بضمان 3 سنين من شركه العربي، ضمان 3 سنين شامل كل حاجه، ومنتج بصراحه محترم وشكله كويس جدا. وكمان بيطوروا من وقت للتاني كمان في الديزاينز عندهم حاجه محترمه، والاشعال الذاتي طبعا بتاع السخان، وفكره ان هو يبقى شغال بشحن عن طريق الموبايل، مش بس اسف مش عن طريق الموبايل، عن طريق الكابل بتاع الموبايل، مش عن طريق البطاريات. يعني في كمان طريقتين للشحن، مش بس البطارية. وفي كمان المؤشرات بتاعة التحكم في درجة الحرارة وضغط المية. وادي المبادل الحراري شايفين حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم مصنوع من النحاس الخالص. بس دي كده كل المعلومات. وده مكان طبعا البطاريه لو احنا عاوزين نشغله عن طريق البطاريه. في كل الاوبشنز اللي بندور عليها في السخان ده. وبالنسبه لي سعره وقت تسجيل الفيديو كان سعره عامل تقريبا 4500 جنيه، ممكن يكون اقل شويه او اكتر شويه على حسب المكان اللي بنشتري منه او العروض الموجوده. وطبعا الاسعار احنا عارفين بتتحرك من وقت للتاني، فان شاء الله هسيب لحضراتكم لينك تحت الفيديو باحدث سعر للمنتج ده. هو كان عامل تقريبا 4500 جنيه وقت تسجيل الفيديو دوت. بس كده دي كل المعلومات الخاصة عن سخان الغاز العشرة لتر من شركة تورنيدو، ومعاها نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كالعادة بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تدخلوا على القناة، هتلاقوا فيديوهات كتيرة ان شاء الله بإذن الله تعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.